ايه، ربنا يجعل نهاركم كده هادي ونادي وكله خير وسعادة وحب يا رب عليا وعليك. شوفوا بقى النهارده الطبخة اللي انا هطبخها دي معظم الناس بتعملها بطريقة غلط، مش بطريقة غلط، بتضيع الحديد اللي فيه. بص دوت كان نص كيلو لحمة بس انا اتخميت فيه صراحة. فايه كلنا ساعات بنروح نجيب اللحمة مثلا لو انا هعملها على طبيخ، ممكن تجيبي حته لحمه تيجي تعمليها على الطبيخ تلاقيها خدت شوك كتير قوي. يعني لو بتعمليها مع بطاطس ولا مع مثلا كوسه ولا اي حاجه تلاقي الخضار اتهرى واللحمه لسه ما طبختش. كلنا ساعات بنتخم عادي ما فيهاش حاجه. فعشان كده انا بقى لما انضحك عليا اتخميت اديت لها غلوه، قلت عشان ايه يعني اكون صريحه معاك. وبعد كده جبت بقى معلقه سمنه وحطيتها فيها كده تاني، هديها صدمه على النار مع البصلتين دول. وشوفوا بقى انا هعمل ايه، خليكي معايا في الفيديو للاخر وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه اللي اول مره بيشوفني. وانا متاكده اللي هيفضل معايا للاخر هيطلع بمعلومه حلوه والفيديو هيعجبك. بصوا بقى انا دلوقتي بعد ما حطيت اللحمه اللي انا عطياها كده غلوه كده على النار والبصله، حطيت ايه معلقه كزبره كبيره مقلبه عليها معلقه فلفل ماشي، وهقعد كده اشوح فيهم كده على النار لحد ما يبتدي ايه البصل كده يدبل شويه. هاجي جايبه ايه بقى بعد ما البصل كده يدبل حبه كده الطبخه بتاعتنا. الاول هحط معلقه الملح اللي هي بقى ايه السبانخ. كلنا بنعمل السبانخ يا جماعه بطريقه بتضيع الحديد اللي فيها، يعني نسيبها على النار. على فكره السبانخ لما بتتحط على النار كتير قوي 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 الحديد اللي فيها بيروح. بصوا اللحمه اهي انا عاوزاها تاخد لون، يعني انا عاوزه اللحمه دي بس ايه تاخد لون كده على النار كده ماشي. وادي السبانخ جبتها وخرطتها وغسلتها ونضفتها حطيتها في المصفى كده ايه تصفي الماء اللي فيها. السبانخ بقى دي عشان تاكليها بطريقه صح ونسبه الحديد اللي فيها ما تروحش ماشي، تعمليها بالطريقه دي وهتدعي. بس انا بصراحه اديت للحمه غلوه عشان انا دايما بتخنق في اللحمه. يعني انا ما اعرفش اروح للجزار اقول له والنبي اديني حته لحمه تشم النار تطيب، ما بتجيش معايا خالص كده. فانا اديت لها الصدمه وحطيت السبانخ وحطيت صلصه الطماطم وهتتعمل كلها كده زي نيف نيف. بس قبل ما احط السبانخ كنت عاطيه للحمه الغلوه وبعد كده حطيت لها صدمه كده بحته سمنه ببصلتين ماشي لحد ما خدت اللون. بعد كده بقى حطيت السبانخ اللي انا ماسكاها غسلاها ومنضفاها وحطيت معاها الطماطم ماشي، وهغطيها بقى كده ايه لمده ربع ساعه كده. بصوا بقت عامله ازاي، شايفين الطريقه دي بتخلي السبانخ يا جماعه تحتفظ بنسبه الحديد اللي فيها، لان في ناس بتعمل السبانخ بكذا طريقه وبتبقى غلط. انما دي بقى بتخلي يعني ايه كلنا يقولوا اللي عنده نقص حديد ياكل سبانخ، اللي عنده نقص حديد بس احنا بنطيبها غلط. انا دلوقتي بعد ما سبتها كده على النار قشرت بقى ايه راس توم حلوه كده محترمه ماشي، وهعمل لها الطشه بقى بتاعت التومه دي. مش قادره اقول لكم على الجمال والريحه بتاعتها، مش قادره اقول لكم على ريحه. يعني السبانخ دلوقتي مع البصله ويا دوبك التوابل اللي حطيتها قلب ريحه المطبخ. تعالوا بقى كده مع طشه التومه بقى ما اقولكيش على الجمال. هتاكلي احلى سبانخ النهارده وهتدعي. اللي لسه ما عملتش اكلها كده تقوم. ادي معلقه التوم الكبيره ماشي، هحطها كده يا دوبك ايه. انا ما بحبش التوم يا جماعه كمان ما بحبوش يغمق، انا احب اخلي التوميه تصفر كده سواء لملوخيه. ودي كمان شويه ايه كزبره ناشفه اهي برده بتخلي ريحه برده جامده قوي. انا ما بحبش التومه يا جماعه تتحرق، انا بحبها تكون يعني مصفره كده عشان يبقى ايه النكهه بتاعت التوم ما تروحش. وهي كده السبانخ كده على النار وانا بقى ايه بحمر كده راس التوم دي. الريحه بقى مع معلقه الكزبره الناشفه ما اقولكوش. وهي الطبخه دي كلها يعني توابلها ملح وفلفل وكزبره ناشفه. في ناس بتحط كزبره خضراء بس انا بحس ما بيبقاش لها ريحه ونفاذه زي الناشفه. الناشفه ديت بتبقى في السبانخ تحفه.
قومي كده اللي لسه كده ما عملتش غداها كده تتنشط كده وتقوم وتعمل السبانخ بالطريقه دي. حتى مش مشكله تعملي عليها لحمه، لو هتعملها كده عادي ما فيهاش حاجه، بس هتبقى طعمها زي العسل. بصي السبانخ اهي، حاجه انا طشاها بالثوم دي ماشي، مقلبه كده بقى وسايباها ايه برضه، هسيبها تاخد غلوه كده مع الثوم. ما اقولكوش يا جماعه على الريحه بقى، ما اقولكوش على الريحه والجمال. هسيبها كده ايه تغلي كده مع نفسها. الريحه بقى قلب المطبخ. بصوا بصوا الجمال. واللحمه يعني كملت سواها مع السبانخ، اللحمه بقت مستويه والسبانخ ما خدتش وقت كتير قوي على النار ماشي. كان عندنا بقى رز في الثلاجه، ها سخناه مع حتتين لحمه كده مع حبه سبانخ. مش قادره اقول لكم بقى في الشتاء ده احلى اكله. انا بموت في السبانخ في الشتاء، اموت فيها موت. يمكن انا في ناس ساعات بتحب تخزن السبانخ، انا ما بحبش اخزنها، احب اكلها كده في الشتاء، اكلها كده ما بحبهاش تتخزن. انا ممكن اخزن قلقاس بسله، انما السبانخ لا، احب كده اجيبها كده خضره كده اعملها على طول. ما اقولكوش على الريحه والجمال. بصوا اللحمه مستويه، السبانخ تحفه مع حبه الرز كده. مش قادره اقول لكم، اللي لسه كده ما قامتش كده تعمل غداها كده، تقوم كده تتنشط كده وتعملها بالطريقه دي وتدعي لي، لان هتحسي ان انت طعمها مختلف والله العظيم. لان ساعات في ناس بتخلي السبانخ على النار كتير قوي لما طعمها بيروح. وربنا يجعل لكم كده كل خير وسعاده يا رب ليا وليكم. ما تنسوش اللايك.